بكم من جديد. موقعة الجمل والجلسة اتأجلت، وفي هذا المكان اتهمك النائب عصام سلطان بأنك أنت يعني اتهامات كتيرة، منها أن عليك أمر ضبط وإحضار أنت ونجلك أحمد، وأن أنت خارج المحكمة وأنت اتهمته بعد كده بمحاولة اغتيالك. قول لنا بقى ردك على كل هذه الاتهامات. بص يا فندم، بداية أولا إيه المشكلة بينك وبين النائب عصام؟ ما أنا هقول لحضرتك بقى يعني واحدة واحدة كده. بص حضرتك، أولا احترامي لقضاء مصر لا حدود له، وأنا صاحب مقولة أن قضاء مصر خط أحمر، ولكن القاضي ليس خط أحمر. قضاء مصر بيعاني. أنا اللي قلت لمجلس الشعب لما عصام وقف برضه وقال محاكم انهزالية والنائب العام عايزين نعزله، قلت ده راح بيهجص لسبب بسيط جدا. قانون السلطة القضائية واضح، هو مش عارف عايز ايه، عايز يبقى رئيس جمهوريه زي ما قلت لك، وعايز مجلس الشعب، وعايز يبقى ابو المعز، عايز ايه؟ ده راجل بيخلص مصالحه الشخصيه من خلال مجلس الشعب. هي بس في نكته اتقالت من الاخ صفوت الشريف، قال لك يعني نتحبس كلنا نطلع كلنا. كان صفوت ولا كان اعتقد لا صفوت عمده او لا بص رجب هلال حميده. شوفي انا يعني شوفي انا الشيخ رجب هلال حميده، ايهاب العمده، سعيد عبد الخالق، طلعت القواس، دكتور فتحي السرور، حسين مجاور الذي طحن ابنه وزوجته، كل هؤلاء مظلومين، القضيه ملفقه من الجلده للجلده. مين لفقها يا سياده المستشار؟ قاضي التحقيق الذي اتهم بالتزوير، وادي حضرتك القضيه اهي وهنتكلم فيها دلوقتي. لكن انا بقول للشيخ رجب مش انا اللي حبسك، ربنا يسامحك، بس عايز اقول لصفوت الشريف اذا كنت انا مجرم بتقول انا المجرم اللي بره، انت قلت نكته يا حاج صفوت يا وافي. انا يا راجل اللي حليت الحزب الوطني اهو، بعد اذن حضرتك ادي القضيه بتاعت حل الحزب الوطني لسه جايه دلوقتي اهي. طيب انا اسف يا فندم لسه لا حالا. معلش مش مشكله يعني عشان الوقت. حل الحزب الوطني اهي يا فندم. المحكمه الاداريه العليا مجدي حسين محمد العجاتي، خلاص ادي مرتضى منصور اللي اترفع لحل الحزب الوطني. يا استاذ صفوت يعني يطالب بحل الحزب الوطني. انا ولما يقول لي بعد الحزب ما وقع البيت وطلعت القواس والمجموعه بتاعت الحزب الوطني اللي استمرت قبل ما يقولوا المرحوم طلعت السادات، رفضت. قلت لهم لما كانت عماره، انا اسف في اللفظ، فيها شقتين مشبوهين ما رضيتش انضم، وقعدت 5 سنين مستقل. لما بقت العماره كلها مشبوهه او بتقع هاجي اخدها. فعايز اقول له يا استاذ صفوت انا اللي مجرم يا راجل، انا اللي قتلت ولادنا في ميدان التحرير، وابني كان موجود معاهم وابن اختي. المهم، فانا احترامي للقضاء لا حدود له، لكن ما ينفعش انه تنتقمي مني ومن ابني عشان انا اكتشفت انك مزوره. اللي حصل بالظبط يا فندم، انا راجل اكتشفت ان الاخ محمود الصبروت قاضي التحقيق زور مرتين. زور في محضر التحقيق اللي عمله معايا 2، زور في دخول ابنه محمد وبنته فاطمه النيابه العامه والنيابه الاداريه. وادي القضيه اللي انا اكتشفتها، دي كانت جنايه قتل عمد اهو. جوز اخته اسمه جمال عبد الرازق كفافي. استني بقول للمره ال100 يا اخ عصام، يا اللي المفروض تدافع عن زملائك المحامين، بس انت هتدافع زي ما احنا هنقول دلوقتي، انت ليه عامل الفيلم الهندي ده اللي انت عامله؟ وحياة بلبلة لا افضحك، وهقول كل حاجه يعني بس خلينا ماشي. انت عايز تعرفي بلبلة طبعا؟ لا ليك عارفاها. مش عايزه اعرف. كمل يا استاذ موسى. استاذ جمال اتخانق مع فلاح بسيط تاني يوم اسمه طلبه، راح واخد طبنجته وضرب هو بفوق الجرار. جمال مين؟ جمال عبد الرازق كفافي. اتخانق مع طلبه احمد طلبه، فلاح من مركز الفيوم. الاستاذ الفاضل طلع طبنجته ومن فوق تاني يوم بقى سبق اصرار الترصد، راح ضارب الراجل طلقه موته قتله. النيابه العامه وجهت لجمال، مين جمال بقى؟ اللي هو جوز اخت الاستاذ محمود الصبروت قاضي هذا الزمان، اللي حابس كل الناس دي ومعظمهم مظلومين. انت متهم بالقتل المجني عليه طلبه احمد طلبه عمدا مع سبق الاصرار والترصد. خلاص فجاه عشان يدخل ابنه النيابه العامه، ما هو ده جوز عمه الولاد، ما هو اللي قتل ده جوز عمه. ايوه انا عايز اوصل ما بين العلاقه ما بين دي وبين، ما انا هقول لحضرتك اهو، ما انا هقول لك يا فندم احنا دخلنا ليه بقى.
جمال دون جوز اخت محمود الصبروت، تمام؟ بعد بقت قتل عمد عايز يدخل ابنه النيابه العامه بمقبول وبنته النيابه الاداريه بمقبول، ده بقى التوريث. خلاص القضيه دي راحت الامن العام، بتتكتب تحريات اللجنه السباعيه، راح جاب شهادتين مزورتين من نيابه مركز الفيوم ان القضيه دي ما تخصش جوز اخته خالص، ودخل واد النيابه ودخلت البنت النيابه، تمام؟ انا سيبك من كل ده. جنايه القتل العمد دي بقى ايه؟ حولها لقتل خطأ، والقاتل خد 6 اشهر وروح. ليه؟ عشان رئيس المباحث اللي كتب التحريات وخلى معاهم مباحث يكتبها ويمضي عليها يبقى جوز اخت المحامي بتاع الصبروت. ليه بقى تاني يعني طبعا كل هذه الاتهامات على عهده المستشار مرتضى منصور يا استاذ محمود يا علشان يا فندم تاني. هذه التهمات بيحقق فيها 2: المستشار محمد عيسى المحامي العام الاول في مكتب المستشار عدنان فنجري مدير التفتيش. طب يعني هي رهن تحقيقات. ثانيه واحده يا فندم. طيب. والثانيه بيحقق فيها المستشار صلاح دياب، ثانيه واحده، المحامي العام الاول في مكتب المحامي العام الاول مصطفى سليمان تحت اشراف النائب العام شخصيا. خلاص عمل ايه بقى؟ ايه علاقه ده بمرتضى منصور؟ هقول لك بقى. راح مقدمني الى المحاكمه الجنائيه انا وابني وابن اختي، تمام؟ انا بقى هديكي مثل واحد، ادي الشاهد الوحيد اللي ضد ابني وضد ابن اختي وضدي، عبد الرحيم عباس في موقعة الجمل. ايوه، عبد الرحيم عباس عبد اللطيف ابراهيم، تمام؟ ده راجل من الثوار. رقم عضويته في الحزب الوطني كام دي يا فندم؟ 31. طيب. ادي كشف عضويته في الحزب الوطني، تمام؟ ويبقى ابن خال خصمي في مجلس الشعب عبد الرحمن عبد المجيد بركه، اللي انا مقدم ضده بلاغ يوم 1/12 ثانيه للنائب. لا خدي المفاجاه بقى، كان منافس ليك في الانتخابات مجلس اللي انا مقدم ضده بلاغ معاه للنائب العام يوم 1/12 سنه 2010 بعد انتخابات 2010 انه بلطج عليا، هو ده الشخص دون. يقوم يقول ايه يا فندم بقى؟ انه شافني انا وابني وابن اختي في ميدان مصطفى محمود. خلاص خدي المفاجاه يا فندم. الساعه كام؟ الساعه 2. الساعه 2 ادي التتبع بتاعه، كان في شارع الترعه بمدينه المنصوره. يا عصام انت عايز تقبض على احمد مرتضى عشان ولد زي دون كذاب طلع انه كان في المنصوره وادعى انه كان في مصطفى محمود؟ اتفضلي يا فندم اهي. طيب. خلاص لا لسه بعد اذنك. انا بقى بكذب، انا بقول اي كلام دلوقتي. خلاص ادي النيابه العامه وجت له ايه؟ قالت له انت متهم بالشهاده الزور، انت متهم بالبلاغ الكاذب. عرفت بقى ده اللي هو مين؟ اللي هو يا فندم اهو بالاسم اهو بعد اذن حضرتك، اسمي عبد الرحيم عباس عبد اللطيف اللي هو الشاهد ده. طيب. خلاص المحامي العام صلاح دياب بيساله في الاخر، وجه له قال له تقوم اهي في صفحه 75 من التحيات. لازم اخرج فاصل. ثانيه واحده يا فندم. انت متهم بالبلاغ الكاذب ضد مرتضى منصور، انت متهم بالشهاده الزور في الجنايه 2005 ضد مرتضى منصور واحمد عيد. خلاص ده بقى يا حسام، ده شاهد الزور اللي كان في المنصوره. ده مجلس الشعب، مجلس الانتقامي عايز تقبض على احمد ووحيد ومرتضى للمحكمه المستشار منير عبد الفهيم اخلى سبيلي. عارفه كاتب ايه؟ محكمه الجنايات لا يوجد مبرر لحبس احتياطي، واكد ذلك المستشار بشير عبد العال. يا بيه عيب بقى النهارده لما عايز لا ده لسه يا فندم. فاصل بقى وهرجع لك تاني. هترجعي لي تاني عشان ما اسمعش صوتك تاني. فاصل وزي ما قلت قبل كده ان مرتضى كسر لي دراعي، انا بحذرك مني. اوعى تيجي ناحيتي يا عصام ورحمه بلبله. لا لسه عايش. فاصل ونرجع.